ترحيب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنت بتكلم معاكم قبل الفاصل، ضيوفي وضيوف حضراتكم هم آخر جهاز فني كان متواجدا مع منتخبنا الوطني عندما صعدنا لآخر مرة إلى كأس العالم. وده كان حلم كبير جدا جدا وقتها. ولا تنسى عزيزي المشاهد ان احنا كنا صعدنا كأس العالم بعد فترة جفاء ما بيننا وما بين البطولة دي استمرت لمدة 28,000 سنة. فرحنا في 2018. خلونا نرحب بنجومنا اللي مشرفينا ومنورنا النهارده، كابتن اسامه النبيه. كابتن اسامه اهلا وسهلا بيك، مساء الجمال. ابراهيم مساء الفل عليك أخبارك وتحياتي إيه؟ ليك. الحمد لله كله زي تمام الفل. والله كله كنا فل. الكبير كابتن محمود فايز. كابتن فايز مساء الجمال. حبيبي مساء الفل عليك يا هيم اهو. اخبارك انا ايه؟ وحشني اسامه والله، يعني بجد كابتن اسامه والله بجد يعني مشرفني احنا بقى مثل كان أعزاء إلى ناقصنا قلبي. في الجهاز ده هيكتور كوبر. هيكتور كوبر، ايوه كابتن احمد ناجي، فانت، فانت صح. ونقفل التميمه قريبا نجيبهم لك ان شاء الله يا ابراهيم. التميمه اللي صعدت بينا كاس العالم. ويا ريته كان عاجب. كان في واحد كان اسمه ابراهيم فايق كان بيطلع يقطعكم. طيب كابتن اسامه، خليني اسالك يعني ما هي الاجواء اللي بيعيش فيها منتخب رايح كاس عالم؟ احنا دلوقتي على بعد ايام زي الوقت ده كده، لما انتوا كنتوا موجودين مع المنتخب كان ايه اللي بيدور في دماغكم؟ كنتوا تفكروا في ايه؟ انت اول ماتش كنت تلعبوا ماتش اورجواي، كان ماتش كبير، واحنا اول ماتش برضه هنلعبه هو ماتش بلجيكا. ايه اللي كان بيدور في دماغكم ساعتها من مساله التجهيزات يعني؟ احنا طبعا المباريات الاولى في كاس العالم طبعا لينا او المجموعه كانت من اقوى المجاميع في التوقيت دوت يعني. احنا كان عندنا شويه مشاكل قبليها، صدمات نفسيه معنويه في اخر فتره اعداد قبل السفر للبطوله. وكان من ضمن المشاكل دي مثلا على سبيل المثال اصابه صلاح. وان انت بتحط القائمه النهائيه للمونديال، والقائمه النهائيه ديت احنا كنا في ايطاليا انا فاكر يا محمود، وبتحط القائمه النهائيه في المونديال، والقائمه كانت 23 لعيب، 3 حراس و20 لعيب. فالحاجات ديت كان عندنا فيها تركيز شديد قوي طبعا، معترك زي ما انت عارف، 28 سنه غياب. كوبر عايز يروح يقول كلمته في منتخب مصر، واحنا كجهاز فني عايزين نروح نقول كلمتنا في منتخب مصر. عارفين ان احنا هنلاعب ناس متمرسه في الوصول لكاس العالم. احنا بقالنا كتير جدا، انت عارف لما بتوصل وانت معتاد الوصول بتبقى عارف انت ممكن تخطو خطواتك ازاي في المجموعه. فكنا متركزين تركيز كبير جدا جدا جدا، لكن كان في صعوبات طبعا، كان في صعوبات. من ضمن الصعوبات مثلا موضوع اصابه محمد صلاح ده اخذ منكم وقت طبعا كتير؟ طبعا. احنا كنا قاعدين في المعسكر في ايطاليا بنتفرج على نهائي كاس اوروبا. اول ما حصلت الاصابه تبدو في الوهله الاولى صعبه جدا. هي صعبه، هي كانت تبدو في الوهله الاولى هي كانت صعبه. احنا كنا قاعدين على العشاء، انا فاكر ما انساش ابدا اللحظه. كنا قاعدين كلنا على العشاء، لان احنا بالمناسبه احنا كنا في رمضان عشان لو تفتكروا، فكنا بنفطر في توقيت وبنعمل تاني وجبه تانيه في توقيت تاني عشان نعمل حاله تكيف، عشان ماشي. احنا هنروح نلعب بالشكل ده. فعلا انا فاكر ان احنا كنا في الوجبه الثانيه مش على الفطار. وحاله من الحزن الرهيب والصمت الرهيب لينا وللعيبه يعني. حتى احنا بصينا لبعضينا، طبعا احنا اكتر ناس هنشوف دوت، بصينا كمان في وشوش اللعيبه حاله يعني ذهول ما اقولكش. كان صلاح كوبر في البيك. صلاح كان في البيك كان كمان. في البيك بتاعه. كوبر كان انطباعه ايه يا كابتن فايز وقتها؟ اول ما شفنا الاصابه هو بص لنا وبص لابو العلا، قال ابو العلا الدكتور طبعا محمد ابو العلا، قال له ايه؟ فدكتور ابو العلا هو حاول يطمنا بس ما قدرش. يعني هي الاصابه كان باين جدا، والفيس بتاع صلاح قال كل حاجه. فطبعا كان بالنسبه لمستر كوبر يعني لا يخفى عليك يا ابراهيم، نصف القوه الهجوميه بتاعتنا تقريبا او حوالي 40% من القوه الهجوميه بتاعتنا كانت بتتركز في محمد صلاح. من لا يعلم يعني دكتور محمد ابو العلا ده واحد من الدكاتره طبعا يعني الشاطره قوي قوي قوي، اللي الناس بره بتحترمه بشكل كبير جدا جدا في تعاملاته حتى كمان مع اللعيبه. قعد يصبر فينا اللي هو طب اشوفه طب لاني انا الرؤيه غير طبعا غير الكشف غير الكشف التشخيص. فما يعني بس احنا حاسين ان الخروج والتوقيت، وش صلاح، الدموع صلاح، كل ده كان موضوع بالنسبه لنا مزعج. ومش مزعج بس لما سكت خالص ومسك الكتف، لو حتى لعيب لا ده هو كانت اصابه جامده وفاينل وهو كان عايز يلعب، فكانت صدمه كبيره طبعا جدا بالنسبه لنا واللعيبه يعني. حتى اللعيبه كمان انا فاكر كويس قوي
اللعيبه كلها جت بسرعه تبص، طب ايه، طب في امل، طب كذا، طب يا دكتور ممكن لو حصل. قال لهم يا جماعه لازم طيب اعرف. كابتن اسامه، عايز اسال سؤال. ليه على ذكر بقى منتخبنا دلوقتي والمنتخب وقتها، ليه احنا فضلنا طول الوقت بناخد كوكا معانا في المنتخب في كل الاستحقاقات، في افريقيا، في التصفيات، في كذا في كذا في كذا، ثم جينا واحنا داخلين كاس العالم عملنا حاجه غريبه جدا. اخدنا راس حربه، راس حربه شغلته راس حربه، يعني انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل راس حربه اللي هو كان مروان محسن، وقلنا هنوظف كهربا، وقلنا محمد صلاح ممكن نبقى نوظفه، رغم ان محمد صلاح احنا عارفين كويس انه مساله الاصابه بتاعته قد تكون مؤثره بشكل او باخر، واستغنينا عن كوكا. ليه كوبر راح للاتجاه ده يعني؟ لما بتيجي تلعب في افريقيا يا ابراهيم مختلف تماما عن المستويات العالميه. يعني احنا نقدر نلعب في تصفيات الامم او حتى في تصفيات كاس العالم بفرود صريح اللي احنا كنا زمان بنقول عليه المحطه. ما بتيجي تلعب في المستويات العالميه الوضع ده بيختلف تماما، انت دايما بتحتاج الفرود اللي يتحرك في المساحات بسرعه كبيره جدا، فده شيء يناسب توقيت معين من الفترات في المنتخب، وده شيء تاني خالص. فكانت وجهه نظر مستر كوبر واحنا كجهاز فني موجودين معاه ان عندنا انماط مختلفه، من ضمنهم مثلا مروان محسن كان قاد معانا فتره كبيره جدا وكان ماشي معانا بشكل كويس. مروان محسن كهربا شيب تاني مختلف، واحنا استعنا بصلاح ان هو ممكن بعد كمان، لان احنا حطينا القائمه بعد اصابه صلاح. فلما جينا نقيم صلاح بشكل الاصابه اللي احنا شفناها قلنا ان صلاح ده الشغل البدني اللي هو بيشتغله على الخط. كوينجر هيبقى عنده فيها صعوبه لو احنا رجع جالنا مش مطمنين على اصابته 100%. فاحنا هنستغل كمان صلاح في حته المهاجم الصريح عشان نخفه من الاحمال البدنيه او الدفاعيه اللي ممكن يخوضها صلاح في الثلاث مباريات. ومن هنا احنا اخترنا اختياراتنا عشان الثلاث اشكال والثلاث انماط. طيب لو تسالنا مثلا على المباراه الاولى كانت محتاجه صلاح 1,000,000%، بالظبط، اللي هي اورجواي. ما لعبش هو. فاحنا كان لينا وجهه نظر ان الشيب بتاع كوكا في التوقيت ده مش هيناسب المستوى الفني بتاع الثلاث مباريات اللي احنا ممكن نلعبها. كفايه واحد بس نفس البروفايل هو مروان. بالظبط، فما يبقاش عندي مروان وما يبقاش عندي كوكا، وبعدين انت هتستعين بكهربا. كنا احنا بقالنا فتره بنستعين بكهربا كفيرود صريح بطوله افريقيا لان لعبها بالظبط، لان احنا شلنا من حساباتنا فكره كهربا ان هو يلعب از وينجر كده صلاح وتريزيجيه، لان احنا كان عندنا في الحته دي اميز لعيبه في مصر في التوقيت ده. ماشي. كان صلاح طبعا هنا يمين، وكان تريزيجيه ورمضان صبحي وعمرو ورده كنا بنستخدمه برضه في الحته دي، فتلاته وينج شمال. فبالتالي القائمه كمان ما كانتش 26 زي قائمه المنتخب دلوقتي، كانت القائمه 23. فبتفضل ان انت وانت بتاخد اكتر من شيب مختلف عشان المستويات اللي انت بتلاقيها. طيب عطفا على كده، رايك ايه في الاختيارات الفنيه اللي الكابتن حسام قال ان هو اخذها في بطوله كاس العالم من الناحيه الهجوميه؟ اخذ حمزه عبد الكريم، اخذ مرموش كراس حربه، مين تاني يا جماعه فكروني عشان حمزه عبد الكريم ومرموش، وبيحسب اعتقد صلاح كسترايكر برضه. كانت حسبته ايه؟ يعني لو انا برضو بفكر بنفس الطريقه اللي انتوا فكرتوا بيها، كانت حسبته ايه وهو بيقول بيعمل كده؟ بص، اعتقد نتكلم الاول او نحلل كده الثلاث مهاجمين. اعتقد السن بتاع محمد صلاح، واحنا عارفين في ليفربول حتى بقى يدخل اكتر في عمق الملعب كسكند سترايكر عشان اقلل له مساحات الجو، عشان الله ينور عليك يبقى اكتر فينيشر قصاد المرمى. فبالتالي عمر مرموش هو ستايل المهاجم اللي هو هيلعب بيه كل المباريات. والسكند سترايكر بتاعه هيكون اعتقد زيكو بشكل كبير جدا، مش حتى صلاح. اعتقد زيكو هيقدر يستخدمه كمان كسترايكر، نفس الفكره بتاعت كابتن اسامه اللي كان بيتكلم فيها، نوع من السترايكرز اللي بتتحرك في السرعه في المساحات، يعني يقدر يخطف في ظهر المدافع، يقطع في ظهر الباك بالشكل ده. فبالتالي اعتقد مصطفى محمد كان هيبقى رقم 4. انا عارف ان السؤال كله قوي، يعني معظم الناس بتتكلم على فكره مصطفى محمد ما راحش ليه. مصطفى محمد يبقى رابع، اعتقد هو ما كانش هيقبل ان هو يكون تاني. فتخيل لو رابع. فاعتقد بنسبه كبيره هو كابتن حسام اختار برضو لعيبه تقدر تلعب على التحولات بشكل كبير. يعني هو
حمزه ده المستقبل كره القدم المصريه، فانت عندك رفاهيه اختيار 2 أو 3 ممكن بشكل كبير يكونوا مستقبل. ماشي. فكان منهم حمزه. انت النهارده قيمتك كام؟ 26. فانت عندك تقدر تلعب في الفكره دي. فحمزه النهارده وجوده لو بقى ثالث او رابع ده حاجه كبيره جدا بالنسبه له، انه متواجد في كاس العالم وهو عنده 17 سنه. فاعتقد ده تحليلا كده ليه كابتن حسام حسن اختار مهاجمين بالبروفايل ده، ان انا هلعب بشكل كبير على التحولات. نتفق او نختلف يبقى عندنا اراء كتير فنيه. انا مثلا لو سالتني وجهه نظري كنت لا مع مصطفى محمد لو كان معانا 2018 نص مصطفى محمد كان يكون مع نمره واحد. والله طبعا خلي في علمك طبعاً بالمناسبه نمرة واحد. شهر 9 2017 انا عندي المسجات دي لحد دلوقتي. كابتن اسامه باعت لي بيقول لي محمود بص في مهاجم بيلعب في طنطا اسمه مصطفى محمد، ده اعاره من نادي الزمالك. انا عندي المسجات دي لحد دلوقتي. فورت على طول الفيديوهات بتاعته لمستر كوبر وعملنا له تحليل بشكل سريع جدا، اتفرجنا عليه. مستر كوبر قال لي بيرفكت دن يبقى معانا ان شاء الله. لكن كنا في اخر خلاص المرحله بتاعه تصفيات كاس العالم، فقلنا المعسكر اللي بعديه اتصاب رباط صليبي. لا حول ولا قوه. فمصطفى محمد احنا كنا متارجتينه طبعا في وقتها، كان عندنا قله في المهاجمين بشكل كبير جدا. يلا هي فرصه اصلا مش هتتجمع، يعني مش هتحصل انه انتوا الاثنين تتجمعوا. احنا في كاس عالم، فخلينا نخلص كل الاسئله اللي كانت نفسي فيها من زمان. انا عصرتك انت في كام سؤال، فخلينا نسال الكابتن اسامه برضو في كام سؤال مهمين. عملنا ماتش اورجواي حلو، ودي حاجه انا خايف منها، ان انا خسرنا 1-0 بجول وتالق محمد الشناوي. لكن انا عايز اسال سؤال له علاقه لماذا تم تجهيز محمد الشناوي، او كيف، عشان اسال السؤال الصح، كيف تم تجهيز محمد الشناوي ليكون حارسا لمنتخب مصر الاول في فتره عصام الحضري هو اللي كان ستاندنج وهو اللي بيلعب وهو اللي مصعدة كاس عالم وهو كل حاجه. طيب هو احقاقا للحق لازم ندي الحق لاصحابه وفضله، يعني لاهله. يعني الفكره كانت فكره الكابتن احمد ناجي، وكان عنده وجهه نظر، واحنا زي ما انت عارف وعصرتنا الفتره دي احنا كنا جهاز مترابط جدا، والراجل ما شاء الله علينا محمود طبعا بيلعب دور ولا اروع من كده، في ان الراجل بيسمعك كويس جدا. ويبدا هو الراجل، انت عارف ان شغل المنتخب ايام في الشهر يعني، فالراجل ياخد منك الكلام يا ابراهيم، يقعد يدور معاه اسبوع 2 10 ايام ما يديكش الاجابه في نفس القعده. كانت وجهه نظر الكابتن احمد ان انت بتعمل حارس مرمى لمنتخب مصر في المستقبل. عصام الحضري عمل دور رائع ودور كبير جدا. قال لك ان القدرات بقى البدنيه والفنيه في التوقيت دوت، عصام الحضري تقريبا وصل كنا 45 سنه 45 سنه، لان هو 73 واحنا كنا في 18. فالكابتن احمد ناجي قال لك ان كل يوم في التوقيت ده بيفرق عن اليوم اللي قبله. فقال لك انا وجهه نظري ان احنا نعمل كده، وبالفعل طب هنعمل وجهه النظر دي تبدا امتى؟ وجهه النظر دي ان احنا ناكد عليها. قال لك ان احنا ممكن نبداها من اجنده شهر مارس اللي هي شهر 3، وبعدين البرتغال واليونان بالظبط، وبعدين الاجنده الدوليه اللي هي قبل كاس العالم هيكون فيها بلجيكا، وكان فيها كولومبيا والكويت قبليها. دي الدوره اللي كانت في الكويت. ها دي مش دوره، لا دي كانت ماتش واحد. مباراه واحده. فقال لك من هنا احنا ممكن نبدا نشوف، وهو الحارس محمد الشناوي يقول كلمته يا اما يقول كلمه ان هو يقدر، او ما يقولش كلمته ونرجع تاني للي احنا عارفينه واللي هو ماشي معانا المشوار، واوريدي احنا عارفين قدراته الفنيه عامله ازاي. ومن هنا كان فعلا مشي معانا محمد الشناوي بشكل كويس جدا. حتى في مارس الشناوي خد ماتش وعواد خد ماتش. يعني حتى في اجنده شهر مارس الشناوي عمل مباراه كويسه جدا قدام البرتغال. ايوه صح. اللي خسرنا فيها 2-1 في الاخر دقائق. رونالدو طبعا في الدقيقه 90 والدقيقه 92 يعني مرعب. والمباراه الثانيه كانت اليونان ولعبها عواد. فمن هنا احنا كنا بنحضر، لان احنا اوريدي خلاص الحضري هو بروفايل معروف ليك هيشتغل معاك ازاي او باي شكل، لكن كانت دي وجهه النظر ونجح فيها طبعا. سبحان الله، التاريخ بيعيد نفسه. سبحان الله، التاريخ فعلا بيعيد نفسه، ما اشبه الليله بالبارحه. نفس اللي حصل مع محمد الشناوي وسيناريو التسليم والتسلم اللي حصل ما بين الحضري ومحمد الشناوي تقريبا نفس السيناريو اللي بالزبط بيحصل ما بين محمد الشناوي وما بين مصطفى شوبير. علشان كده هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الكوره. الناس اجيال بتسلم اجيال، وافكار مدربين وناس بتفكر الدنيا تبقى ماشيه ازاي.
بس برضه هرجع هنا واقول ان هي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على قوه الشخصيه بتاعت الحارس اللي طالع وان هو يبقى عايز يعبر عن نفسه. ده حصل وقت محمد الشناوي، وده الحمد لله ما شاء الله يعني شايفينه لحد دلوقتي في مصطفى شوبيرن واقف على رجله وعنده قوه الشخصيه. ليه الناس مدخله الموضوع في اكنه خناقه؟ لا مصطفى صاحب قرار ان هو يشترك، ولا محمد الشناوي صاحب قرار ان هو يشترك، كلاهما بيبذل مجهود والاختيار بيبقى للمدير الفني. مش شايف منافسه كده؟ صحيه جدا طبعا. هو في الاخر المنافسه بين شوبير وبين الشناوي، وراهم المهدي وقبل كده عواد وصبحي، فاعتقد دي منافسه صحيه جدا. وفي الاخر الجهاز الفني هو اللي بيستفيد والمنتخب اللي بيستفيد يعني. مصطفى قدم اوراق اعتماده بالنسبه مش للكابتن حسام حسن بس، انما بالنسبه لجموع الشعب المصري اعتقد دلوقتي. ومش بس بالتصديات، هو الراجل عمل مباراة حتى في التحولات، ان هو بيساعد الفريق انه يطلع بالتحول بالخروج بالكورة. بصراحة عمل ماتش عظيم، خاصة مباراة البرازيل وطبعا قبل كده اسبانيا يعني. صحيح. طيب هنعمل ايه قدام بلجيكا؟ هنعمل ايه قدام بلجيكا؟ يعني اعتقد ان الكابتن حسام بقاله فتره كبيره، وده احنا قلناه قبل كده فاكر في القهوه، انا بيلعب بنظام وسيستم. النظام والسيستم ممكن يجيب معاك نتيجه ونتيجه ايجابيه. ف لازم وانت بتعمل البدايات، زي ما احنا مثلا كنا النهارده بنتفرج على المكسيك وجنوب افريقيا في الافتتاحيه، ما تحاولش تعمل لنفسك مشاكل في مباراه الافتتاح حتى لو لا قدر الله خسرت. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه ما اعملش لنفسي مشاكل؟ يعني مثلا النهارده مثلا حاجه مصغره، بروفا مصغره من اللي هيحصل في مباراه الافتتاح لكل الفرق اللي هتلعب في المجاميع. فرقه زي جنوب افريقيا النهارده المفروض ان فرق من الفرق المنظمه اللي ليها شكل، النهارده طلع شكلها سيء. طيب خسروا 2-0، خسروا 2-0، لكن مع الخساره 2-0 معنويا بيخسر كتير، ومع الخساره 2-0 خسر 2 لعيبه النهارده الماتشات في الجايه. الكروت الحمر. ايوه. يبقى هو عنده خساره معنويه وخساره بشريه في الفرقه، وخساره 2-0. طبعا انت بتلعب المكسيك افتتاح بطوله في ملعبهم و و و و فعشان تلملم الحته المعنويه دي تاخد منك وقت. طب انت الماتش اللي بعده مثلا لجنوب افريقيا مين؟ هل الماتش امكانياته وقدراته الفنيه تساعدك ان انت ترجع للبطوله، ولا تلاقي نفسك من دي لدي ودعت البطوله؟ وعشان كده كابتن حسام انا متاكد مركز تماما 100%. الثقات اللي خدها والثقه اللي خدها من خلال مباراه اسبانيا ومن قبلها السعوديه، وبعدين الاداء بشكل متوازن في مباراه البرازيل، مطمنه شويه ان هو هيلعب بالشيب ده. فالشيب دوت اللي هو هيشتغل عليه، هيختار الطريقه اللي هو، والطريقه مش معناها ان هو هي دي الامان والطمانينه، لا، ما انت ممكن تختار اللي هي 3-6-1، رقم يبدو دفاعي بحت، لكن تنفيذ المهام اللي جوه الطريقه، الشكل بتاعها جوه والتنفيذ بتاعه هو ده اللي هيديله الامان والطمانينه ويطلعه بشكل كويس. في قلق، طبعا في قلق صحي، قلق صحي. الافتتاحيه مهمه جدا يا ابراهيم. صح. فاتخيل ان هو يختار الطريقه والاشخاص المناسبين لاحسن سيناريو بالنسبه لنا. ممكن يكون ايه؟ ان نفسك تكسب، نفسك تأدي مباراه على اعلى مستوى، لكن عندك تخوفات وتحفظات ممكن تشتغل عليها. فتخيل ان هو لا، هيختار الطريقه المناسبه والعناصر المناسبه اللي تطلع له الماتش زي ما هو عايز. كابتن فايز، وقول لي بقى، انا عارف ان انت عندك هو الحالات الديفنس قبل بس ما نعرضها الفكره، انا متفق طبعا بشكل كبير جدا مع كابتن اسامه. الفكره مش ال 4-4-2 ولا 5-2-3. شفتك امبارح مع عز وعمر، عملتوا حلقه عظيمه يعني، اتكلمتوا في كل التفاصيل. فهي الفكره فعلا مش بس الشكل الرقمي، ولكن الطريقه والتنظيم اللي انت تقدر تلعب بيها. مش معنى انك بتلعب بخمسه ورا يعني معناه انك انت بدافع افضل. على العكس خالص، ده ممكن تكون انت بتهاجم بشكل اكبر. البلوك بتاعك، الكومباكتنس بتاعتك دي هي فين؟ متقهقر ولا في نص الملعب ولا ضاغط من فوق؟ هو انا مفترض ان الناس من كتر ما احنا بنكرر الجمله دي هم ما بقوش يعني بقوا مفهمينها كويس، اللي هي يا جماعه مش معنى ان انا بلعب خمسه ان انا كده دي افضل طريقه للدفاع. بالزبط. على فكره انا ممكن العب خمسه بس تحولاتها لما تبقى مظبوطه واجدها تبقى هجوميه جدا وهتخليني بهاجم
بمجموعه هجوميه ممكن توصل ل5 واكتر كمان، لكن هي دايما الفكره في التنفيذ، مدى قدرتي بالظبط. هل انا هعرف اعمل تحول صح، ولا انا برضو دي يمكن مشكله بانت في ماتش البرازيل. انا لو الفيديو بتاع الديفنس يا جماعه جاهز، يلا اوريك شويه يلا حاجات يلا كده يا يلا ابراهيم. انت عندك الهدف الثاني اللي جه فينا. موجود بس في وسط الفيديو. ماشي. يلا ثانيه واحده هنا، ستوب هنا يا شباب. الفكره يا ابراهيم الخمسه ورا. مين الباك اليمين بتاعنا؟ محمد هاني. محمد هاني. شايف المسافه دي كلها؟ مطالب ان هو يروح ويرجع، لانك انت ما بتلعبش بوينج بطريقه الخمسه ورا. كابتن حسام تحليلا للمباريات السابقه ما بيلعبش بوينج. الناحيه الثانيه مين عندك؟ الباك الشمال الاقرب مين اللي هيلعب يا كابتن اسامه؟ فتوح. هيكون فتوح. طب يا ترى فتوح لعيب خط، يعني لعيب بياخد الخط رايح جاي؟ لا. امال ايه؟ فتوح اكتر بيتحرك بين الخطوط، عايز يستلم، عايز يعمل كروس كويس، انما تخليه لعيب سريع على الخط رايح جاي؟ لا. حتى لما كابتن حسام حاول يعملها في مباراه السنغال لما احنا كنا خسرانين، لعب هنا تريزيجيه. تريزيجيه مش لعيب خط بالشكل ده. ممكن تريزيجيه يلعب لعيب خط ناحيه اليمين هياخد الخط رايح جاي، انما ناحيه الشمال هتبقى العكس خالص، ان تريزيجيه بيبقى عايز يقطع لجوه. ماشي. طيب الاثنين اللي في عمق الملعب، مروان ومهند لاشين، عرض الملعب عليهم يا ابراهيم كبير جدا عشان يغطوه. لو انت بصيت هنا عرض الملعب ده كبير جدا علشان يغطوه. لاعيبه البرازيل لما كانت بتدخل لا مش لازم. لاعيبه البرازيل كانت بتستلم هنا، تستلم هنا، تستلم هنا، تستلم هنا، واحنا عندنا كان في نقص في الوينجات، فبالتالي كان عندنا مشكله كبيره جدا. اعتقد كابتن حسام بشكل كبير هيلعب بزيكو ومرموش وصلاح، اعتقد، او سيبك من المسميات الاسماء، لكن اعتقد ده الشكل لو هيلعب بخمسه. ماشي. شغل يا جماعه الفيديو، كمل الفيديو بلاي. هنشوف الهجمتين ورا بعض. ستوب هنا، بص هنا، دي الخمسه ورا، ادي الاثنين نص الملعب اللي اتكلمنا فيهم، مهند ومروان، وادي الثلاثه اللي قدام. بص الملعب كله مايل فين؟ مايل هنا. شغل يا جماعه. هنا كانت الطريقه اتغيرت عن الشوط الاول. ده الشوط الثاني. شغل. تمام. ستوب هنا، ادي مروان عمال بيبص اللعيبه انتوا فين؟ هو عايز هنا وينج ينزل له، عايز وينج تاني ينزل عشان ايه؟ عشان يساعد. شايف لعيبه البرازيل جايين بكثره كبيره جدا. شغل يا شباب. شغل. ستوب. ادي 1 2 3 4 4 لعيبه ومروان واقف في النص. وادي مهند طلع بيحاول يغطي، وادي مروان واقف في وسط 4 لعيبه. دي الكره اللي ما جاتش جول، بعديها بدقيقتين بالظبط. شغل الفيديو. هتيجي الجول. شغل الفيديو. دي الكره عدت، ادي راحوا، احنا اللعيبه بتاعتنا سنتر باكس. ستوب هنا يا شباب. فكره انك انت تدافع مان تو مان جوه المنطقه، او ده الكره اللي بعديها. شغل. اوكي. نفس اللعبه بالظبط بعديها ب3 دقائق. كمل. ادي مروان نفس الكلام بيبص حواليه، ادي اللعيبه في ظهره، كره اتقطعت، راح الثاني، ادي اللعيبه في ظهره، واحنا الاثنين بتوعنا هم ماسكين بعض، ولعيبه البرازيل بتتحرك. جول. حتى الكره مش جايه على عدله الراجل هندريك. لا انا بس ستوب هنا. اقف. تعالى يا كابتن اسامه. اتفضل. ده مش شغال. شغال. بص. روح لحد الشاشه عادي، خش. دي فيها مشكله، تفصيله صغيره بس. الراجل ده كان مين؟ ده محمد عبد المنعم. احنا دايما بنقول للعيبه نقطه الجزاء دي بتروح عليها مان. يعني حتى لو مش جاي عليها حد يا ابراهيم، الراجل اندريك ده جه على نقطه الجزاء وما حوالين نقطه الجزاء، لازم واحد يروح يدافع على نقطه الجزاء. ده كان فتوح لازم في الكادر ده يكون على الخط ده. يعني فتوح لازم يكون في الكادر ده على الخط ده. ماشي. هو مفيش اوريدي حد، فهو شاف ده عبد المنعم. عارف عبد المنعم ده لو جاهز بس شويه كان هيعمل ضغط على ده. ماشي. لكن الحقيقه ان هو انا جيت، بس انا المفروض لو انا جاهز فنيا وخططيا وبدنيا اروح اخد الخطوتين على ده، احط رجلي قبل ما ده يحط رجله. فهات الكوره كده بعد اذنك، شغلها. يلا. بص التفصيله الصغيره. يلا اجيبها لك من الاول تاني. شفت الخطوتين اللي اتاخرهم منعم تاني. دي الهجمه الاولى يا بص. بص بقى، بص منعم فين؟ منعم اهو. لا منعم اهو. دي الهجمه اللي بعديها. هاتوا لنا الجول. هتيجي الجول دلوقتي على طول بقى يا جماعه.
دي اللي اتعملت واتعمل كربون بعدين. كربونه، هي كربونه لنفس اللعبه بالظبط. بص الراجل رقم 11 لسه رافينيا ده واقف لسه فين؟ فض ده. طيب لو قلنا ان ده فض المنطقه دي، ده لازم يكون هنا. انت سايب ده في ظهرك ليه؟ مع ان ده الاخطر، الكره لو مرت هنا جون، الكره تيجي جون. بس لازم يروح هنا، وده لازم يجي هنا. طيب الثلاثه دول اصلا بره اللعب، ما لهمش لازمه، دول ثلاثه بره اللعب. بس يا اس برضه هنا ايه، لو في وينج بينزل هو يعني مشغول ان مفيش حد، هو عمال يبص حواليهم. محمود الوينج لو هينزل في المناطق، لحد هنا عرض الملعب، هينزل في المناطق دي. طبعا. طيب كل الكلام ده انا تمام. دي كلها اعاده تمركزات، لان انا الكوره كانت كده انا بيتهاجم عليا، فدي اعاده تمركزات. ليه انا عندي دايما مشكله في مساله اعاده التمركزات وحلولها عامله ازاي؟ صح كده؟ مش هو ده السؤال اللي احنا طبعا احنا عندنا مشكله في دي اخطر حاجه النهارده. انت كنت عايز كره الجول. كره الجول دي يا اسامه. بص اولا الثلاثه اللي على خط واحد دول بره اللعب، دول هيبقوا بره اللعب. ده في واحد هيخرج كمان بره اللعب. بص ياسر بص اندفع خرج بره اللعب. ده انا بكلمك في عبد المنعم ده. عبد المنعم دوت هو وصل بدري اهو، صح، وصل بدري اهو، مش كده؟ لازم لما يوصل بدري يعمل ايه؟ يقلب وشه كده عشان يشوف مين؟ عشان يشوف ده، يروح للناحيه دي كده، ما يفضلش يجري كده، يبقى شايف الكوره وشايف اللاعب. هو اوريدي واصل بدري، ادي النقطه. ايوه وهو اوريدي واصل بدري. تفصيله صغيره، هو لو عمل وشه كده هيقدر يروح الخطوتين دول يقفل على الراجل. دي التفاصيل الصغيره اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. ونفس القصه دي هتحصل، لان طيب انا معلش دي كلها لعيبه دوليه ولاعيبه جامده. انا بقى كمدير فني انا ببقى عامل اللي عليا ومحفظ كويس وانا كمان كعدد اكتر. انا هقول لعبد المنعم بعد المستوى والليفل ده، منعم انت لما تيجي الكوره عندك حق طبعا، عندك حق طبعا يا ابراهيم. صح ولا انا بتكلم؟ عندك حق طبعا. تحليل الاداء بقى للعيب بقى، باجي للعيب بقى اقطع له الحته دي اقول له خد بالك انت كنت المفروض تعمل جماعي. اتفضل يا كابتن اسامه. فردي وجماعي، يعني انت هتجيب اللعيبه فرديا وجماعيا، لان ممكن يبقى مش منعم، ممكن يبقى حمدي فتحي، ممكن يبقى يعني ياسر ابراهيم، كل الحاجات دي. فالتفاصيل الصغيره دي بتبقى تركيز، جاهزيه فنيه، جاهزيه بدنيه، ولازم تشوف. هتغلط، انت بتغلط وهنغلط، وكل العالم بيغلط والمدرب بيغلط، بس تشوفها مره واثنين وثلاثه، لان ممكن تلاقي الحاجات دي اتكررت قبل كده وانت ما شفتهاش. بلجيكا بالظبط. برضو احنا كنا ماشيين في السياق بتاع 3-5-2 ومدى جودتها في التطبيق. هتقولوا لي احنا ايه افضل شكل نلعب بيه، بس بعد الفاصل. ماشي. افضل شكل وافضل طريقه تنفيذ. أوكي. بعد الفاصل، يلا بينا.